السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أنواع من الفاكهة رؤيتها في المنام هي من الرؤى المبشرة، والتي تدل على كثرة الرزق ووفرة المال، وتدل على الخير الكثير لمن رآها في المنام. فثمرة الموز تدل على الرزق حسب حال الرائي، فطالب المال يرزقه الله المال، وطالب الذرية يرزق بالأبناء. ويدل أكل الموز على نيل مال من شراكة، وإن أكله الشخص في المنام فهو زيادة له في غناه، فإن كان فقيرا أغناه الله، وإن أكله الغني أيضا فهو زيادة في أرباحه وفي ماله، وهو في النهاية رزق مع الرضا. ثمار البرقوق وفاكهة البرقوق في المنام يدل أكلها على بشارة بسماع أخبار مفرحة وتحقيق أرباح مالية كبيرة. أيضا يدل أكله للأعزب على الزواج القريب. فاكهة الجوافة في المنام رؤية شجرتها أو ثمارها أو شرب عصير الجوافة يدل على انتهاء الأزمات والأحزان وقدوم السعادة والفرج بإذن الله تعالى. ورؤيتها أيضا تدل على النجاح للرائي وتيسير أموره في كافة المجالات. فاكهة المانجو في المنام بشارة بزوال الهم والغم، وأكله يدل على سماع أخبار مفرحة. ورؤية شجرة المانجو أو ثماره رزق كبير وخير كثير يدخل على الرائي دون تعب أو مشقة، ولو شرب عصير المانجو في المنام كان أفضل في الخير. ورؤية الحامل له في المنام تدل على الولادة السهلة، وإن أكلته العزباء دل على اقتراب زواجها من رجل غني وميسور الحال. البرتقال في المنام مقصود هنا البرتقال الأصفر كامل النضج وليس الأخضر، لأن الأخضر يدل على رزق لكنه رزق صعب المنال. أما الأصفر الناضج فهو يدل على الراحة والشفاء وسلامة البدن. وأكله في المنام يدل على حلاوة العيش والسعة في الرزق، ويدل أيضا على بر الأبناء، وللأعزب يدل على الزواج. ورؤيته مقشر تدل على نيل رزق سهل وميسر لمن رأى ذلك. أيضا إخراجه وإعطائه لشخص يدل على البر، الذي يفعل ذلك يخرج الصدقات ويكثر من أعمال الخير. التين في المنام يدل على أن الله سوف يرزقك بالكثير من النعم الحلال والخيرات، والحصول على مال من ميراث أو عن طريق الربح من التجارة، فهو يدل على مال يكسبه الرائي. ويدل رؤيته أيضا على أن الله سوف يبارك لصاحب المنام في ذريته وأهل بيته وفي حياته بصفة عامة. والتين المجفف ثراء ومال كثير وثروة كبيرة يصيبها الرائي. أيضا ثمرة الخوخ في المنام تدل على أن الرائي سوف يربح مال في المستقبل القريب، وتدل على الطاقة الإيجابية للرائي وتحقيق أمنياته وطموحاته. وشرب عصير الخوخ في المنام شفاء للرائي من مرض يصيبه، ورؤيته بكميات كبيرة تدل على المال الكثير. وإن أكله أعزب وأحس بحلاوة طعمه فسوف يرزق بزوجة صالحة جميلة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.